مو اعلان بنات، نهائيا مو اعلان. مرحلة اضيف الثوم، ما ابيع الواحد بألف. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ ان شاء الله بخير وبأحسن حال يا رب. وانتم تشوفون هذا الفيديو المنوع والبسيط والحلو، ان شاء الله يعجبكم. خلوا لي لايك حتى الفيديو يصعد وتشوفه اكثر عدد من المتابعين، واشتركوا بالقناة اللي ما مشترك، يعني اللي يشوف قناتي بالصدفة يشترك بيها ويفعل ميزة الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. اليوم عده لي زردة ورحت أطلب مراد، وحبيت أشارككم مقتطفات من طبخ الزردة. وأم وصلت لهاي المرحلة من الزردة وأني أجيت هنا. كانت خالة الشكر وخالة الهيل والزعفران والصبغ وكل شي خالة. وخالة لها الزبد. بقى عندها اللوز، وشنو بعد اللوز. وها هي بنات كل شي يعني مكملتها، بس مجرد يعني تنهر الزايد ونهدرها. هنا قلت لكم اني حبيت اشارككم من مقتطفات الزردة حتى تطلبون مراد، واللي عنده حاجة بكل نية، يعني نية الشفاء، نية الرزق بطفل، الرزق ببيت، حسب النية اللي ببالكم. إن شاء الله نوايانا كلها يعني مقضية إن شاء الله، حوائجنا يا رب العالمين. وهنا صبينا الزردة وصار لونها يخبل يعني على خضار، وشكلها كلش حلو. هنا أني كالمعتاد مثل كل سنة لازم أني أرسم بالدارسين هاي النقشات الحلوة. ما أحب أكو قوالب بنات ما أحبها، صح هي حلوة وموجودة عند أمي يعني من عندها، بس ما أحبها. أمي تحب الرسمات اللي بالإيد، فأنا حسب طلب أمي تحب قلت لها يما راح أرسم الدارسين، وانت يا نقشة تحبين؟ قالت نقشة البقلاوة. أمي تحب يعني كلش تحب نقشة قصة البقلاوة، فأنا سويت على شكل ورق، يعني ورقة على شكل قصة البقلاوة، وهذا شكلها النهائي. وما شاء الله خير وبركة صارت. وهنا كانت الساعة ب12 بالليل، وقسم من عندها وزعوها، والقسم الثاني اكو ناس يعني نايمة بقت الثاني يوم راح تكمل توزيع. وهنا من بعدها اكيد ثاني يوم راح اطبخ الغدا وياكم. لا حبايبي راح اطبخ الفاصوليا، من زمان ما طبختها وياكم. لا اكيد كل مرقة لازم بالبداية بصل، لازم ندخل البصل بكل يعني مرقة. شو بنات هاي هنا أنا خالتها بقدر الضغط، وهنا يعني هي مستوية هسه. تيجي خالتها بين ما أحمس القدر، وأني دائما أخلي حلبة يابسة، بس حلبة يابسة ما عندي خاصة والله. هاي صار لي فترة لا على البانية لا على الفاصوليا ما أخلي. إن شاء الله بحيل الله بالشتاء هواي أجفف، يعني كمية مناسبة، يعني فرق كلش هواي بمرقة البانية إذا ما بيها حلبة، لأن إحنا متعودين. هنا هسه انحمس عندي البصل الحبايب، هي أكيد كل ومرقة الفاصوليا تقريبا يعني من بيت البيت يعني تختلف، ومرات أكثر الطبخات نفس الطريقة. يعني أكو ناس مباشرة تضيف الفاصوليا مستوية وعليها معجون، أنا لا ما أحب هيك شي يعني. بس مرة طبختها على طريقة أختي، مرة سويتها بقدر واحد وطبختها يعني استوى طبخ بقدر واحد، ضفت لها معجون. هسه حبيت اسويها على طريقتي. هسه بهاي المرحلة اضيف الثوم، ما اضيفه ويا البصل على مود يتنكه يعني المعجون ويظل الطعم بي. ما اضيف الماي بين ما ادير الفاصوليا. شوفوا بنات هاي الفاصوليا عندي استوت. انا خاله وياها لحم ناعم. ابني كلش يحب اللحم الناعم بالفاصوليا. شوفوا هيك يعني هيك ناعم.
فيحبها يعني الفاصوليا بها لحم ناعم. وهنا أنا عندي شوف الفاصوليا بنات كمية هواي هالمرة سويت، بس شنو ما راح أطبخها كلها لأن هواي. اللهم صل على محمد وآل محمد، صارت بركة. شوفوا أهم شي آخذ اللحم. صدق بنات طيبة تصير باللحم إذا اللحم ناعم، أطيب من إذا تخلين يعني هيك قطع كبار. والله أطيب، أنا أشوفها أطيب. هنا كمون وفلفل أسود أو ملح، وهاي هي. هنا أخليها تعيش حياتها. وهنا كملت مرقة الفاصوليا وخليتها على التهدير، ونكمل باقي فقرات الفيديو وياكم حبايب قلبي. هسه شنو بناتي هنا لازم عناية بالشعر. العناية اليومية بالشعر أنا أخلي زيوت الشعري. طبعا هذا شوفوا الزيت بنات، هذا ابني يعني جايبه إله مستخدمه. شوفوا منه باقي تقريبا ربع، فوق الربع. هذا استخدمه منا لهنا ابني، وهذا منا لهنا أنا استخدمته. خل استخدمه وياك. هذا من معصرة الرافدين. قبل هذا أنا كنت استخدم من معصرة أور، كلكم سامعين بها وتعرفوها أكيد لأنه هواي ينشرون عنها. استخدمت من معصرة أور يعني الكورس الرباعي بنات، استخدمت علبتين. كلش زين، كلش فادني. وحتى قام يعني يطلع بيبي هير، هذا الشعر الناعم ماكو بنات، كلش هواي قام يطلع، كلش هواي. وعلبتين وبعد تركته، توقف عندي التساقط، تركته وش اسمه ما ابقى يعني استخدم من عنده، ولو هو يعني حلو والله، لان هو شنو يثخن الشعر، ينمو، يطلع قلت لكم الشعر الناعم. هسه هذا جاي استخدمه ويا ابني، مو اعلان بنات والله، نشتريه يعني، احنا هم نشتريه، هم طلبيه مو هيك زين. واستخدم وياه هذا المشط، حتى لو يعني هذا المشط بنات بدون زيت، انا امشط بالمشط الخشب. هاي صار لي فتره كلش طويله. وبالنسبه للعنايه بنات ما لها عمر معين، لازم الواحد يعتني بشعره ولو بالاسبوع مره، بالاسبوع مرتين، اذا مو زيوت ولو هي الزيوت ضروريه للشعر، خاصه للشعر جاف والتالف. اذا مو زيوت ماسكات ولو بالاسبوع مره مرتين، الشعر التالف والتعبان وما يطول، ماسكات طبيعيه. هواي اكو يعني ماسكات طبيعيه بنات تستخدمون. قلت لكم العنايه بالبشره بالشعر ما لها عمر معين نهائيا. وحده تقول عمري 40 وما استخدم كل شيء، وحده تقول عمري 45 30. لا، لازم الواحد يبلش بالعنايه بالبشره والشعر من العشرين فما فوق، راح تبقى بشرتك قد ما يتقدم بالعمر ما يبين بي يعني اضرار بالشعر ولا بالوجه. ليش؟ لان احنا مبلشين عنايه من وقت، من عمر 20 مبلشين عنايه زين. فالعنايه ما لها عمر معين او محدد. هسه من بعد الزيت شوفوا بنات، اخلي الزيت وامشط. وعلى فكره من امشط هاي السنون مال المشط انبتها هيك بالفروه مال الراس، بس بشكل مريح، هماتين تدلك يعني تتحفز الفروه. وهمات من فقره العنايه بالشعر نروح للفقره اللي بعدها. يلا منو تشتري على ربع رخيصه مو بنات؟ وصيت بيت حماتي تجيب لي هاي السفر، شوفوها ام الالف نشتريها من المحل، الوحده بربع، والله نفسها ام الالف، الوحده بربع. جابت لي اياهن 4 كذني 4 بألف، بينما اذا نجيبها من المحل اليمنى الوحده بألف، الوحده بألف. اكياس الحاويه كرمون 3 بألف، هم الواحد بألف نشتريه من المحل. شوفوا الفرق، شوفوا بنات الفرق، شوفوا قلت لها جيبي لي ب2000، هنا قلت لبنتي خلينا نفتحه نشوفه نفس ابو الالف، نفسيته بنات ما يختلف عنه ابد. يلا هسه منو تشتري؟ انا جايبه حتى ابيعهن عليكم. شوفوا انا جايبه على 3 بألف،
والوحدة بربع أبيع الواحد ب1000. شوفوا ايش قد إلي بيه نفع، ايش قد إلي بيه نفع، واي إلي بيه نفع. يلا من يشتري؟ هاي ام ال1000 بربع. شوفوا بنات لا تنغلبون، تصيروا مثل مشهودة. هسه هنا شنو نجي نرتب كل من بمكانه، نصفطهم حتى شنو حتى كل من بمكانه. هسه شنو، وهذا بقى راح اخليه بالحاوي يتكرمون. وهنا صادف ثاني يوم، يوم الجمعة، حبيت أشارككم. طبعا هنا أنا صليت صلاة الظهر والحمد لله والشكر رب العالمين، دعيت لكم وهم حبيت أشارككم دعاء كلش أنا أحبه. بالميامين هداتي من بني هاشم، بخاتم النبيين أخي الوحي بالقاسم، بمن صام بمن صلى بمن صدق بالخاتم، بمن آثر بالقصي 3 وطوى صائم، بمن ردت له الشمس بباب. أكيد بعد كل وجبة لازم نغسل الماعين، لأن الماعين أساس هوسة المطبخ. أنا بعد الغداء غسلت الماعين وشفيتهن حتى ينشفن وأرجع كل من مكانه، وخليت مقتطفات من هذه الفقرة لأن أكل بعض يحبوها والبعض الآخر يعني ما يحبون فقرة غسل الماعين. بس هيك فقرة سريعة خليتها بالفيديو، إن شاء الله تنال استحسانكم. وصلت وياكم للنهاية، مع ألف سلامة حبايب قلب.